السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم. النهارده هنعمل مع بعض الكنافة زي ما حضراتكم شايفين شكلها عامل ازاي، يفتح النفس، طعمها حلو جدا. طبعا الايام دي كلنا بنعمل حلويات كتير، واكتريتها الكنافة. ان شاء الله اقولها لكم بالتفاصيل كلها. طبعا كنت عملت مع حضراتكم قبل كده شربات التقيل البارد. هسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف لو حابين انكم تشوفوا الطريقة. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو كنتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وكومنت حلو علشان تقولولي ان وصفتي عجباكم ولا لأ، وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين، طبعا فضلا وليس امر. النهارده بقى معايا نص كيلو من الكنافه، حطيته في الفريزر علشان ابتدي ان انا افتته كده بكل سهوله. لما بنحطه في الفريزر بيتقطع معانا بسهوله جدا عن ما يكون لسه صابح. لو بتحبي طبعا ان يكون الكنافه كده واضحه، ما تبقاش متفتته قوي، سيبيها شويه بعد ما تطلعها من الفريزر وابتدي انك قطعي. بعد ما بافتت بقى الكمية كلها بابتدي ان انا اسيح كده كوباية من السمنة. وطبعا كلنا عارفين ان الكنافة من الانواع الحلويات اللي بتحتاج يعني سمنة كتير، فاحنا بقى نضيف كوباية سمنة او كوباية زبدة حسب المتوفر عندنا. هابتدي إن أنا أبِسّها كده زي أكني باعمل كحك. فهابِسّها كويس أوي، بتاخد حوالي من 7 ل10 دقايق كده. أفضل يعني أبِث فيها لحد ما أحس إن كل كمية الكنافة دخل فيها السمنة اللي أنا ضفتها. بعد بقى ما باتأكد إن كل حبة كنافة اتغلّفت كده بالمادة الدهنية، خلاص كده باوقّف وبابتدي إن أنا أجيب بقى الحلة، سوري الصينية اللي أنا هاضيف فيها الكنافة. طبعًا أكون مسحاها بقى بمسحة كده يعني مسحة حلوة كده بالسمنة. يعني أدهنها كده زي أحط ييجي 3 معالق مثلًا كبار من السمنة، وابتدي إن أنا أغلّفها بقى كويس جدًا بالسمنة. وطبعًا أنا عملتها في حلة زي ما حضراتكم شايفين كده مقاس 28، حلة وسط. ما حبيتش إن أنا يعني أكبّر الصينية. أنا باحب إن الكنافة تكون يعني تخينة كده مش رفيّعة، أو مش سميكة. فأنتم لو حابين الكنافة تكون سميكة أو رفيّعة يعني كبّروا الصينية. هاحط بقى نُص كمية الكنافة، وأهم حاجة في الكنافة إن أنا أضغط عليها كويس جدًا، جدًا. لازم أتأكد إن كل الكنافة يعني مضغوطة كده علشان وإحنا بنقلبها أو بعد كده ما الكنافة ما تتهريش معايا وتبتدي إن هي تتقطّع يعني. هاجيب بقى كيس كده و من العادي اللي إحنا بنحطه في التلاجة، وهابتدي إن أنا أحطه على الكنافة علشان بس الصينية اللي أنا هاحطها ما تتبهدلش بالكنافة دي أو بالدهون اللي في قلب الكنافة. أضغط بقى كويس جدًا، جدًا لحد ما أتأكد إن كل الكنافة يعني اتضغطت كده كويس واتفردت كويس في قلب الصينية. هابتدي إن أنا أحط بقى المكسرات، وطبعًا أنتِ ممكن تستغني عن المكسرات خالص لو أنتِ عايزة الكنافة سادة. فطبعًا لو عايزة الكنافة سادة هتحطي كل كمية الكنافة مرة واحدة. هنا بقى حطيت المكسرات، وطبعًا حطي المكسرات اللي أنتِ بتحبيها أو المتوفرة عندِك. هتبتدي إنِك تفرميها كده أو تكسريها تكسير ناعم زي ما حضراتكم شايفين، أو وسط على حسب ما أنتِ بتحبيها، وتحطيها كده على في نُص الكنافة. وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل باقي كمية الكنافة، وأعمل نفس الخطوات اللي أنا عملتها في المرّة الأولانية. أهم حاجة برضه إن أنا أفردها كده كويس جدًا. أبتدي إن أنا أفردها وأضغط بقى بإيدي كويس أوي. وبعدين هابتدي إن أنا أجيب برضه نفس الكيس. وبعدين هاجيب الصينية بقى، صينية كده صغيرة أو طبق، أهم حاجة يكون مسطوح كده علشان يبتدي إن هو يتفرد في قلب الكنافة كويس. أضغط بقى كويس جدًا علشان كل ما باضغط كل ما باتأكد إن الكنافة كلها مسكت كده في بعضها، ومش يعني تتقطّع كده معايا وهي بتستوي. وبعدين هابتدي بقى بعد ما باخلّصها يعني، أهم حاجة إن الفرن طبعًا يكون متسخّن من قبلها على درجة حرارة من 170 ل180. بادخّلها بقى الفرن يكون متسخّن كده من قبلها، واسيبها بقى لحد
تحمر كده من الجوانب. يعني هي لما بتحمر من الجوانب بتبتدي ان هي تفصل زي ما حضراتكم شايفين كده عن الاحرف بتاعه الصينيه. ولو احتاجت ان هي تاخد لون من فوق بتشغلي عليها الشوايه ثواني بس بسيطه خالص تاخد لون كده بسيط. وبعدين أول ما بتطلع بتسقيها بالشربات. الشربات عبارة عن كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية وعصرة ليمونة، وبسيبها لمدة 10 دقايق بعد الغليان. طبعا هسيب فيديو الشربات ده في صندوق الوصف لو حابين انكم تشوفوا الطريقة. اهم حاجة اول ما بنطلعها الكنافة بتكون سخنة جدا والشربات بارد وتقيل، وابتدي ان انا اسقي الكنافة. باسيبها بس حوالي 10 دقايق كده، وبعدين بابتدي إن أنا أقلبها في طبق تاني لو حابين إنكم يعني تكون في طبق مختلف عن الصينية، يعني لو حابين إنها تكون شكلها أشيك. وسقيت كمان من تحت كده شوية، وبعدين هابتدي بقى إن أنا أزينها كده، أو ممكن تقدميها بس زي ما هي في كل الحالات تجنن. طعمها حلو جدًا، جدًا، وشكلها يفتح النفس. آمم، أهم حاجة بقى يعني اتبعوا كل التعليمات، إن شاء الله هتطلع ناجحة جدًا، حتى لو أول مرة تعمليها هتطلع ناجحة معاكِ، خصوصًا للمبتدئين يعني. زينتها كده بشوية من الفستق، وكمان هابتدي إن أنا أقطّعها بقى معاكم وأورّيكم قد إيه شكلها يجنن. بُصّوا يعني على بتتقطّع أهي بكل سهولة. هابتدي بقى قطّعيها بقى بالشكل اللي أنتِ حاباه، مربعات أو مثلثات على حسب ما أنتِ حاباها. زينتها كمان من فوق بشوية كده من الفستق بس عشان تكسر اللون بتاعها ويديها كده شكل حلو ساعة التقديم. بصوا بقى انا هنا هوريكم قد ايه القطعة طالعة متماسكة وشكلها يجنن. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. وكمان لو جربتوها قولوا لي رأيكم هي عاملة ايه معاكم. طلعت نتيجتها عاملة ازاي. بصوا شكلها عامل ازاي ولونها كمان حلو جدا جدا. وهوريكم قد ايه هي بصوا بتتقطع بكل سهولة. طبعا لو حابين الكنافة طرية غطوها بعد ما تسقوها بالشربات هتطلع طرية معاكم. ولو حابين انها تكون مقرمشة ما تغطوهاش. وهي اصلا الشربات التقيل بيخليها مقرمشة. طبعا ما تنسوش بقى اللايك وكمان الاشتراك في القناة لو كنتم مش مشتركين. قولولي برضو رأيكم في الكومنتات. واشوفكم بقى في فيديو جديد ومع السلامة وكل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم.